مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين على حسب ما بتشوفوني. أنا الصحفية مريم مختار للناس الجديدة اللي لسه متعرفنيش. أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب علشان نشوف خبر انقلاب سيارة تمنية على الصحراوي الغربي بحري محور صملوط بحوالي كيلو. الحادث أسفر عن وفاة 2 وإصابة 6 آخرين. ربنا يرحم المتوفين ويشفي المصابين إن شاء الله. المتوفين هم الحاج عبد التواب عثمان الفخاري والأستاذ سيد بصالح الشيخ علي الفخاري. ربنا يرحمهم ويصبر أسرهم. خالص التعازي لكل أهل قرية الفواخر بالمنيا. تم نقلهم لمستشفى صملوط التخصصي. معانا أسماء المصابين، مستشفى صملوط النموذجي. المصابين طبعا مع احتفاظنا بالألقاب: سيد صالح علي 55 سنة من المنيا، اشتباه نزيف داخلي بالمخ. عبد الرحمن أحمد مطيلح 45 سنة موظف، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة 4 سنتي. جمعة محمد عثمان 65 سنة، غيبوبة تامة وكسر بقاع المخ. مصطفى إبراهيم عبد العال 45 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمة بالصدر. عبده محمد أبو شناف 42 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري. رضا صفي الدين محمد 45 سنة موظف، عنده جرح بالرأس 4 سنتي. عبد السلام عبد اللطيف عقيل 50 سنة موظف، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وعنده سحجات وكدمات. عبد السلام جمعة خلف 55 سنة سائق، عنده سحجات وكدمات. ربنا يشفي المصابين ويرحم المتوفين ويصبر أسرهم وذويهم. هم أسرة مع بعض وكانوا في عزا، وللأسف التمنية اتقلبت. ربنا يشفي المصابين ويرحم المتوفين. وكانت معاكم مريم مختار.